The Rain. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ معكم الأخ تبعك مرة تانية أكيد من الرينج ذا رينج بودكاست. اليوم معي ديفيد. الشاب مبلش فقرة جديدة، خلينا نقول، أو سلسلة فيديوهات جديدة، ريلز على الانستغرام عنده، يمكن نزل على اليوتيوب ما بعرف. لكن الشيء الحلو بهي السلسلة اللي مبلشها انه عم يحاول يقدم معلومات للشباب يلي بدها تبلش جديد بالراب، ويلي بدها تبلش خلينا نقول نعمل موسيقى، تعمل موسيقى عفوا. وعم يحاول يساعدها بأي شيء ممكن يوفره من ناحية المعلومات، من ناحية مثل ما حكينا احنا الريلز، من ناحية تجربته الشخصية، تجاربه الشخصية، وخلينا نقول خبرته البسيطة إلى حد ما بموضوع الراب، بما أنه هو كمان بلش جديد وعم يحاول يقدم الشيء المفيد من خلال تجربته اللي عاشها واللي عم يعيشها لكل الشباب يلي حابين كمان يبلشوا راب مثله ويعملوا موسيقى. مرحبا شريك، شلونك؟ شو أخبارك؟ والله الحمد لله. كيفك انت اخوي؟ والله تمام، على كيفك؟ شو في ما في، هات لنشوف. والله قاعدين عم نتسلى، قلنا نبلش هيك بشي يفيد هالعالم يعني ما مثلا انت كحدا بلش جديد، خلينا نقول ما مهم. عندك مصدر ثابت تجيب منه، ما عندك مصدر ثابت تجيب منه معلومة، ما عندك مكان يعلمك المصطلحات اللي بتسمعها بالغنية مثلا. هاي الشي كتير كان يزعجني انا. فانا رح بلش هيك، يعني ما عندي شيء انه محدد مثلا، بس انه هيك علم مبلش جديد مثلا فيه يلقط كم شغلة يستفاد منهم، مثل الأخوة، يعني أكتر من أخوة حتى. ما كان إنه ما راح تكون مثل متابعين وهيك، والنشر على كل المواقع، يعني انستا، تيك توك، يوتيوب كمان. شو عندي شغلات بعرفها، شو تعلمت أنا فيني ساعد هاي العالم، وممكن تستفاد. أنا كتير بحب هيك أصلا قبل ما أنشر، يعني بحكي مع الشباب بقول لهم إذا حدا شفته ضعيف بشغلة بقول له زبط هون، بقول له أعمل هون، ممكن يعني لعل وعسى يزبط شي عنده، طيب، يشكرني بعدين. يعني عرفت علي؟ تمام هذا الحديث يعني كمان خلينا نقول مشجع إلى حد ما حاليا نظريا. الشيء اللي مم. عم اسمعه منك هذا الشيء جدا جدا مفيد. أه لكن سؤالي هو انه ليش، او مو ليش، عفوا، خلينا نقول شو اللي خلاك فعلا مم. انك تبلش بهي السلسلة، خلينا نسميها، بحكم انه ما عندك انت هي الخبرة الكبيرة بالراب، خلينا نقول، او ما في هي الارقام المخيفة مثلا، او ما في هذا الجمهور طبعا مثلا. ايه. ف مم. طبعا. ايه اخوي، إيه، فهمت عليك فهمت عليك. هلا ممكن كمان هاي الشغلة كمان تساعدك انه تجيب متابعين، يعني انه تخلي الناس فيك تفهم هاي الثقافة اكتر، فيك تخليها تتوعى اكتر، بس جبت اكتر متابعين مثلا. ما بتعرف هيك يعني. هاي هاي الشغلة هيك. طيب، رواق. وهل في جدول معين انت حابب انك تمشي عليه، او في خطة مثلا معينة انت كاتبها، او في مثلا خلينا نقول ايه في الصراحة ايه. طيب هات لنشوف. هلا عندي هاي. هلا بلشت انه مثلا كل فيديو مثلا بعطي فكرة، مثلا انه مثلا شغلة خربطت فيها وانا مبتدئ، خليني اعطيهم اياها في فيديو هيك لمدة، وبعدها ببلش بشغلات اجدد وهيك يعني. كل فترة في شيء اجدد. طيب تمام، بس انا كان سؤالي يعني خلينا نقول مثلا بالفيديو الاول اللي شفته انا، بالريل الاول، انه انت حكيت بشكل عام عن الشباب لما بدهم يبلشوا اول شيء، فهمت علي شلون؟ الفيديو الثاني مثلا ايه. انت مثلا حابب تحكي عن موضوع معين، مثلا خلينا نقول طريقة التسجيل. الريل الثالث حتكون بعد ما نحن مثلا سجلنا، طريقة استخراج الملفات بالصيغة أو بالدقة المناسبة لحتى نحن مثلا نبلش نعدل عليها ببرنامج معين، مثل مثلا الباند لاب فرضا، بما أنه الأكثر انتشارا مم. حاليا لجماعة الكتير أندر جراوند، فهمت علي شلون؟ الريل و- الرابع مثلا أو الثالث أو إلى آخره مم. عن قصة تانية. ايه. ففي عندك مثلا مثل هيك خطة، ولا شو الترتيب؟ ايه. ايه اخوي، هلا مثل ما خبرتك انه قسمت انا. عندي شغلة انه خلص موضوع
الشغلات المخربط فيها مثلا. آه، نقطة تانية بخلصها لهي وببلش بشي بعده وهيك يعني. أما التصوير مثلا مونتاج هيك الصراحة كله على الخفيف، وجوالي الدقة تبعه مو زيادة يعني، ما بتساعدني إنه أطلع قدام الكاميرا بشكل واضح كتير منيح يعني مثلا. فهذا الشي كتير عم يخربط لي الشغل. بس أنا ما يعني ماني مكرس على هذا الموضوع، قد ماني مكرس إنه العالم تستفاد يعني، تسمع وتستفاد مثلا شو عندي مثلا، لأنه الصورة ما باخذها إنه كتير شي مهم مثلا. وهيك يعني اشتغلت مونتاج خفيف على الكاوكات، بس ما كان في خطة أو هيك. قلت يلا لا لازم بلش أنا، وكتبت وهيك قلت قسمهم واشتغلوا. طيب شو حيكون مثلا موضوع الفيديو الجاي؟ كمان شغلة أنا مثلا مخربط فيها ساعات كنت مبتدئ يعني، إنه أحكي لك إياها بالضبط مثلا. مو صرت بالضبط، بس مثل ما قلت لك انا انه في جدول ثابت مثلا شاغل عليه، بدك تشتغل عليه، خلينا نقول. لا الصراحة لا. تماما، هاي هي الفكرة. أنا بفكر شلون بدي خبرك، انا ضليت اقول بدي بلش وبدي بلش وهيك، لا قلت يلا خلص يعني اكتب كم فكرة وشو بجر الموضوع بعده بتبلش اكتب. طيب خلينا نحكي مثلا عن شيء تاني. بما انه انت الشيء اللي عم تقدمه هو للشباب الجداد اللي حابين يشتغلوا موسيقى. طيب سؤالي لك هو امم شو او كيف انت بلشت اساسا شغلك بالموسيقى؟ ايه، انا اول ما بلشت اخوي، في شاب هون رفيقي بانياس، كنت انا بانياس اذا بتعرفها. إيه اكيد صارت اكيد اكيد. طرطوسية. امم نحكي على الماسنجر هيك، فجأة معلم بيحكي لي انه عندي عدة وهيك، فبقول له انه خلي لا الصراحة هو العرض علي، قال لي خلص تعال نسجل اذا هيك وهيك. فما كنت اخذ انه خلص انا بدي فوت وسجل، والموضوع له وهرة يعني قدام المايك معلم. واول مرة انا رحت، اول مرة كثير انزعجت، سمعت لانه يا زلمة شلون تحس حالك مدري كيف. رحت كذا مرة، رحت 4 مرات تقريبا لزبطت الغنية مثل ما بدي. وبتذكر انت عملت لي الليركس فيديو عليها، او فيديو كنت عم تشتغل فيديوهات صح؟ انا من زمان. ايه، من هالحكي من شي سنتين ثلاثة. اوه، ما والله ماني متذكر. امم هو بتذكر انه اشتغلت انا فيديوهات من زمان، والله اشتغلت كتير قصص من زمان. امم ايه، ورحت نشرتها معلم. شعور اول انه غنية نشرتها كتير كان اوف، يا عن جد شي خيالي. بعدين بتحس يعني بخف الحماس بعدين. امم سامع. بعدين بتقول لا انا، ايه، بعدين شو بصير مثلا انا شو عن بصير؟ نفسي شلون بحفز حالي. شلون؟ بقول لازم يعني انه المبدع ما بيخلص تفكيره الابداعي يعني. انت اذا عندك فكرة او عندك تفكير ابداعي، ما فيك انه توقف يعني، انه اذا وقفت بتكون ضعيف، انت ما عاد حدا مبدع او قوي. عرفت الفكرة وين؟ تمام، انا قصدك انت فبتيجي الحافز يعني. براسي. امم بغض النظر عن موضوع الابداع، كمان الحافز هو شيء جدا مهم. يعني اذا الواحد ما كان عنده حافز ايه صح. او ايه فقد الشغف تبعه، فقد هذا الحاجز، فما بيعود في عنده، خلينا نقول، شيء يحارب من اجله او شيء يكمل مشانه او شيء ايوه يشتغل مشانه. صح تمام. تماما تماما اخو. تمام. طيب هلا بما انه عم نحكي نحن عن الراب وعن السين عنا بالبلد امم ومساعدة الشباب والى اخره، فكل واحد فينا مثلا بيسمع ايه فنانين ثلاثة أو أربعة هدول المفضلين تبعاته، مثلا بيحاول مثلا إنه ايه يشتغل شيء مثلهم مم. بأول طلعته أكيد. ايه مين من الرابرز يلي عندنا بالسين يلي عندهم جمهور، عندهم قاعدة جماهيرية واسم، خلينا نقول بين قوسين، مم. أنت بتسمعهم وحابب مثلا إنك تشتغل شيء بأول طلعتك فرضا، مم. مثلهم مثلا؟ مثل مثلا كنت حب عبيدة كتير، عبيدة الناعورة كتير بحبه. مين لسه؟ الزلمة كتير رايق. كويز. لما حكيت معه الزلمة كتير ايه متواضع على فكرة. ايه كويز. كويز كمان كنت حب كويز كتير. مين لسه؟ والله هدلون اكتر شيء. اول شيء كنت حب فولكانو كتير معلم، بعدين لا بطلت فت بعالم تاني يعني. عندنا بطلت نحن تحب فولكانو؟ ليش؟
مم. ليش ما لك بعرف. احذر شو، نحن عجزت. كمستمعين راب كرابرز، امم. اول ما بنفوت بنسمع بيكون في عنا بالمدخل فولكانو، بنسمع فولكانو، بنسمع هاي الفترة تبع فولكانو، بعدين بنقحصها بنصير عند عالم تاني. يعني فولكانو كتير مدرسة وكتير قوي، بس صراحة أنا ما عاد سمعته بآخر فترة. يعني كتير صارت العالم، حتى كل العالم ما عاد حبته الصراحة، هو يعني هو بعتقد تجاه الموضوع المكرر. هو بعتقد كمان لأن الستايل تبعه ما كتير عم يتغير، وإن تغيرت مم. الموسيقى أو النوع البيت مثلا اللي عم يشتغل عليه، مم. بعتقد إنه الدليفري ايه. تبعه أو الستايل اللي بيشتغله هو بعده مم. ثابت. صح تماما. يمكن فما فعلا. عم ما عم بيواكب فولكانو، ما عم بيواكب الناس فولكانو مو الصراحة. قصة مع مواكب الناس، أنا بعتقد إنه هذا الزلمة ايه. ما بيحب يشتغل شي ما بيحبه فرضا. فهمت علي شلون؟ إنه امم. امم. شي ايه. ما له مجبور عليه، يعني مواكبة العصر أو مواكبة ايه ايه الترند، فهمت. هلا الشي عندك، الضارب حاليا، ما بحب يواكبه هو يعني، ما المضطر. هو أخذ فكرة إنه لازم يحكي عن الوضع، ولازم يضل يحكي عن الوضع بالراب. الراب ما عاد، يعني أنت كحدا بتشوف مثلا حدا مصري بتلاقيه عم بيحكي لك مثل أبي يوسف، مثل مروان موسى مثلا، بيعملوا لك فايب معلم كتير قوي. ما بيحكوا لك إنه نحن شفنا هدلون بأمريكا عم يحكوا عن الوضع، فلازم نحن نحكي مثلهم عن الوضع. فينن يحكوا عن وضعهم مثلا، بس يا أخي مو بكل تراك. يعني هو كل تراك الصراحة صار عنده إنه لازم يحكي ولازم، وما عاد لي خلق أبدا اسمع هيك موضوع أنا أبدا. عرفت عليكي؟ تماما. تماما. مم. طيب خلينا نقول، شو هي أكتر أغنية أنت بتحبها؟ قلت كويز وقلت كمان عبيدة، فشو هي أكتر أغنية مثلا بتحبها لهدول عبيدة. الشخصين؟ عبيدة آفو، عبيدة كتير، هي آفو كتير معلم، من وقت اللي نزلت ما انطفت عندي. كل يوم كل يوم كل يوم. كويز عنده يا ابن الحلال. شو عنده كويز يا قوي، والله كويز قوي يا أخي. عنده فيني يقول بالبطولة بالنهائي بكاشف له. أكيد هون أكيد. كان كتير حبيته لكويز هون. امم. هون كتير عجبني كويز أنا الصراحة. هم فظع معلم ايه بالنهائي. والله. بالأولى ما ايه ولا والله. بكاشف فلو الأولى؟ ايه كاش فلو الأولى، ايه امم. الأولى، الثانية ما شارك هو. والله في كتير عالم كمان قالت إنه الثانية ما كانت بقوة الأولى، وما تابعوها كلياتها، وما تابعوا الجزء مم. الأول، تابعوا الجزء الثاني أو بالعكس. فما بعرف شو السر ده بالضبط، لكن الأولى بالنسبة للأولى مم. النهائي كان كتير حلو، حتى ما بين مم. البداية والنهاية، يعني تيمين الجولات يعني. اللي مم. بالنص اجت. فهمت علي شو الجولة الثانية الثالثة إلى آخره. ايه كانوا ايه حلوين. ايه صح صح. كان في كم قصة صح حلوة. صح. ايه الجولات تيم هيتمان وجولات تيم عبيدة مثلا، هدلون اللي سمعتهم انا كتير قوايا. الاولد سكول كان بالرابعة بتذكر، امم. معلم شي عم بسبح بالبلطيق، هيك جملة كويزة بتذكرها. امم. آه، شوفي لسه كان شي حلو والله معلم، نهائي كان مولع تقريبا امم. يعني. تماما. أكتر شي حبيته بكل شي بالراب السوري تقريبا، مو بس بالبطولات معلم. فحبيت الأولى أنا الصراحة يعني، والتانية ليك ما بقى شي، بس حسيت فيها شوية هيك التليفونيغة. تحيز لعند الشباب تبعوت فسي فسي. الرقعة أو شي، يعني ما بعرف الله يا أعلم تشيكو. يعني. على خير. صديقي، أنا كان إلي الشرف إني دردش معك شوي، نحكي شوي عن المشروع تبعك، عن السلسلة حبيبي اللي يا أخي. بلشتها، عن الناس اللي أنت بتسمع لهم بتحبهم، أغانيك المفضلة للناس اللي بتحبهم، عن حبيبي الأفكار يا اللي أخي براسك. والله. والله حبيبي يا أخي، وأنا أكتر كمان إن شاء والله الله عزيز. هيك على طول بضل في تواصل والله. هيك أكيد. بتمنى يعني يكون الكل إيد واحدة مثلا، الكل بيطلع هيك. أكيد معلم، نكبر سوا وبنطلع سوا وبنصير أقوى سوا. أي وأحلى أي سلام. والله يا معلم. أحلى حبيبي والله يا معلم، والله ما في منك. كفو. يلا. وصينا غالي. بدي سلامتك يا أخي. سلام. الله معك. سلام. الله معك.